ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. الحقيقه انا صحتي ما بقتش تستحمل الكلام ده يا جماعه، حسوا بينا شويه. انا راجل ماشي بكليه واحده، والحديث هنا مش على الكليه زي ما حضراتكم عارفين. انا مطلوب مني ان انا اصدق ان بيومي فؤاد هو توم هاردي، ابلعها ازاي؟ واصدق ان احمد ادم كريس باين، ابلعها ازاي؟ ولو بلعت الاثنين دول مطلوب مني ان انا اصدق غادة عبد الرازق هي ريز. اعيلوا كلمه. ايه يا استاذ؟ اعيل الكلمه قبل ما تقولها. مساء الخير، اهلا بكم حلقه جديده من الفن مع حلاحل ومراجعه الفيلمين على السريع. وانا كنت قاعد مقريف كده قلت يا حلاحل بعد الكام شورتس والكام ريلز اللي عملتهم الفتره الاخيره حصل نوع من انواع التوتر ومن انواع الضغط، فاحنا حبينا نكسره ونشوف اي حاجه كوميدي نتفرج عليها. فالحمد لله على اللي حصل، انا لله وانا اليه راجعون. خلينا نبتدي معاك الاول بفيلم تاني الله يخرب بيت اللي عمله. هم الحقيقه حبوا يعملوا ذيس مين وورز لتوم هاردي وكريس باين زي ما قلت لك في الاول، بس حبوا يعملوها في البيت. فالطبخه تقدر تقول ما ظبطتش معاهم، والفيلم جاب 3 جنيه وربع حرفيا في السينما في مصر. لكن هو الخليج اللي انا نفسي افهم انتوا بتحبوا الحاجات دي ليه؟ الحاجات ديت بتستصاغوها ازاي؟ عارف الصيغه ان الواحد يقدر يبلع الحاجه دي، بتبلعوها ازاي؟ الفيلم بيتكلم يا سيدي عن 2 صحاب من زمان، من هم اطفال عايشين في نفس العماره وطول عمرهم بيعملوا مقالب في بعض، واتفرقوا بقى وقت الجامعه. يعني ياما صبرني يا رب. فضلوا سنين ما يعرفوش حاجه عن بعض لحد ما اتجمعوا وفضلوا يفتكروا ذكريات بعض اللي كانت بينهم، وافتكروا بنت الجيران اللي كانت هنا قصادي. كان هما الاتنين بيحبوها قد ايه؟ بنت الجيران دي بقى غادة والنبي، غادة عبد الرازق. فقرروا يدوروا عليها ويرجعوا يكلموها لحد ما لقوها وعرفوا انها سنجل. فقرروا ان هم يعملوا منافسه عن مين يكسب قلبها، واحنا نتبطن مالناش لازمه، مش مشكله، احنا نموت احنا ننشل مش مشكله. فاضطروا بقى يعملوا منافسه بينهم ومن بعض، واللي يقدر يوقعها في حبه وتتجوزه. وبدات المحاولات والمقالب دي لحد ما حبت حد واحد فيهم في الاخر ما شاء الله على الحرام من ديني. كريستوفر نولان بعظمته ما يقدرش يكتب حاجه زي دي. فرانكنشتاين ما يقدرش يخرج حاجه زي دي. فاحنا بنتكلم في عظمه يا جماعه. الفيلم طبعا مليء بالقلش والحاجات. يعني انا عملت حسابي الحمد لله، كنت واخد برشامتين انتينال وبرشامتين بتوع استفراغ وشويه حاجات ملينه كده قبل ما اتفرج على الافلام دي، عشان انا عارف انا داخل عليه، بس انا ما لقيتش غيرهم. ده في افيه يا جماعه الموضوع صعب قوي يا جماعه بالله انت لايك دلوقتي لان الموضوع صعب قوي. في حد وقع قهوه على دراع بيومي فؤاد، فيقول له كده دراعها هيسهر. ارحم ام اللي جابونا، ارحمونا شويه عشان احنا ماشيين بعلاج. فالافيهات والقلش كان 95% منها كان غير موفق. يلا بس ما انكرش، انا كحلاحل ما انكرش ان في لقطتين او لقطه واحده تقدر تقول خلينا ابتسم شويه، خصوصا اللقطه اللي شاف الفيلم هيفهمني بتاعت احمد يا لقطه قبيحه. اما احمد ادم بيقول لغاده انت واخده الجيزه كلها، واخده بيقول لحد مش غاده يعني انت واخده الجيزه كلها سكه شمال. يعني غاده عبد الرازق طبعا ما بتفوتش اي فرصه او اي عمل انها تبقى فيشن، ليدي فيشن او عارضه ازياء. ليه ما اعرفش. وبتقول انا عايشه، وهي مش عايشه سنها بالمناسبه، هي بتقول ان انا عديت ال 40 ولسه ما اتجوزتش. ما انت ارمانه، ما انت اتجوزتي ما علينا، او مطلقه تقدر تقول. فانت يعني انت يا طنط غاده لو انت لسه معديه ال 40 وما اتجوزتيش يعني انت من سني، يعني انا انت من جيل واحد. ده انت جده، ده بنتك مخلفه، ما علينا. فالفيلم خليط ما بين، عشان اجيب لك من الاخر، مسلسل اللعبه طبعا مع الفارق ما بين هشام ماجد وشيكو وبين فؤاد واحمد ادم في السن وفي الرشاقه واللياقه بتاعت الكوميديا، لان طبعا مع السن بيكبر معاك زي لعيب الكوره كده، انت مش قادر تعمل الكوميدي كما يجب ان يكون. واحمد ادم انا بتفرج عليك من ايام سر الارض، كنت بتعمل الارجوتي في سر الارض، نفس الكوميديا بتاعتك من 30 سنه هي ما بتتطورش على الاطلاق. وفيلم جواز ميري انه متاخد بالذيس مين وورز لتوم هاردي، نفس الفكره دي بس على سن اكبر شويه. فيلم ممكن تشوفه في الساحل بالليل لو انت بتروح الساحل الشرير او الساحل الطيب، عايز بقى تتفرج على حاجه هلس، حاجه تافهه مليانه اماكن راقيه تقدر تقول، اماكن سياحيه موجود، بحر موجود، بس لازم تستحمل استظراف وبواخه كتير قوي. بس لو استحملت
كل ده ممكن تضحك لك مرتين ثلاثه في الفيلم، يعني ما اخبيش عليك. الفيلم طبعا متاح اونلاين، متاح على قنوات كتير اللي بتعرض اي حاجه. ده ولاد رزق اتعرض على قنوات كتير بالمناسبه، القنوات دي اتقفلت. ففيلم على الاقل يعني في قصه وتقدم في الاحداث، وبنوصل لحاجه في الاخر والله والنعمه. مش ميح خالص، مش سيء لدرجه افلام بنشوفها من اولها اخرها بنحس ان احنا ما اتحركناش خطوه. فلو عايز تشوفه انا هلاحل، انا مش دعوه، ده على مسؤوليتك انت الشخصيه، وما انصحش بيه لو انت عندك ضغط او سكر او مقبل على جواز او ماشي بكليه واحده زي حالاتي، والحديث انا مش على الكليه، عايزين انتوا فاهمين. بس لو قاعد زهقان والمود بتاعك مش متظبط ممكن تشوف اي حاجه هبله، فده الفيلم ده هيأدي بالغرض. وانا عشان بس ضحكت مره الاثنين، وعشان كم منظر كده في الساحل او تقدر تقول على البحر، فانا تقييمي للفيلم ده 3 من 10. نخش على اللي بعديه، فيلم عصابة عظيمة. ما عشان تكتمل المأساة كان لازم اشوف حاجة تانية، فشفت دونت بريث. حبوا يعملوه، والواد اللي كان مع جون ويك الواد الصيني ده اللي هيتعملوا فيلم او مسلسل تقريبا لوحده، اللي هو الاعمى ده، نفس الفكرة برضه. وممكن برضه حتة من امير الظلام لعادل امام، كوكتيل كده. سعاد يونس فنانة كبيرة طبعا، وهي تملك سينمات رينيسانس اللي احنا اكتر سينمات بندخلها بالمناسبة. التكييفات بتفصل يا مدام سعاد، على طرق التكييفات بتفصل، ما اعرفش ليه، والنور بيبقى قايد يعني كهرباء بتبقى شغاله والتكييفات بتفصل، فاتصرف في الموضوع ده. فاستكمالا لمرس الافلام الهابطه اللي الواحد قال بقى يتفرج عليها، ومجهوداتي انا كحلاحل المستمره ان انا اجلط نفسي واجيب لنفسي اسهال بدون داعي واخفض مستوى ذكائي، قلت اللي خلاني اشوف تاني زي بعضه، خلينا نشوف عصابة عظيمة. بس انا يعني انا حابب اعترف انا ما قدرتش اكمل الفيلم، ما قدرتش اكمل الفيلم ده. انا شفت منه 12 13 دقيقه، قلت شكرا بالله يا جماعه، انا عندي 4 اولاد يعني بنتين وولدين، فبالله مش هقدر. ال 12 دقيقه دول كانوا كفيلين اقسم بالله ان اقرر ان اقفله خلاص الى الابد. كميه عبث وفوضى ومشاهد بتبدا فجاه وتخلص كات وفجاه تلاقي اغنيه اشتغلت وناس بتغني وحاجات مالهاش اي علاقه بين بعض مع بعض، سمك لبن تمر هندي. تحس ان انت فاتح التيك توك وبتقلب او بتتفرج وحد تاني مع الريموت هو اللي عمال يقلب وانت قاعد زي الطوبه مالكش لازمه. كل كام ثانيه حاجه مالهاش علاقه باللي قبلها، وسيناريو غريب وحوار اغرب ودويتو رنا رئيس وعنبه، ده حقيقي يا رباه صعب الهضم والفهم وكل حاجه. انا ما اعرفش رنا رئيس بعد مسلسل موضوع عائلي ما بقتش استلطفها في اي حاجه على الاطلاق. كل حاجه فيها سليمه بس لوحدها، على راي الافيه بتاع عمنا سعيد صالح، ما فيش حاجه متركبه على بعض في الفيلم ده. ولو تلاحظ انا في الفيلمين لا قلت لك سيناريو ولا حوار ولا مخرج، انا بحب اقول الحاجات دي دايما لسه ما يستاهلوش. فانا كنت الحقيقه متوقع حاجه احسن من كده بكتير، بما انه اخراج وائل احسان. الفيلم ده عصابة عزيمة ده اخراج وائل احسان اللي عمل الليمبي واللي بالك واللي يعمل دكتور عضوة الفترة اللي جاية مع محمد سعد. الفيلم ده اخراجه ده على طلع وائل احسان عمل الباشا تلميذ ايماجيني، تخيل هنعمل ايه. وعمل زكي شان وعمل ظرف تاني بتاع احمد حلمي. ايه اللي جرى لكم يا جدعان؟ مش عارف. فهي مؤخرا اعماله كلها بقت في غايه السخافه للاسف. فانا عندي طلبين. اولا استاذه اسعاد يونس رقم 1 تهتم بالتكييفات اللي في سينمات الرينيسانس، الناس بتشتغل. انا دخلت بتاع تاني سينما في اسكندريه التكييفات بتفصل، وهنا في وسط البلد التكييفات بتفصل. رقم 1 ده اللي قلناه. رقم 2 بلاش الاعمال اللي من النوعيه ده، الله يرضى عليك. انت مش محتاجه فلوس، انت ما شاء الله ربنا يزيدك، فدي مش هتضيف لتاريخك حاجه، بالعكس هيكون ده تاثير سلبي. تاني حاجه يا ريت الفيلم ده يتشال من على نتفليكس. ما هو الفيلم ده موجود على الباقه بتاعت نتفليكس، طبعا انا مش مشترك ولا حاجه، انا واخدها من واحد صاحبي كده، لكن يا ريت تشيلوه عشان ما تضحكوش علينا الاجانب. خلينا ننزل على النتفليكس الافلام الحلوه، والافلام دي ممكن نخليها على قناه حبيشه او قناه ابل بتاعت التفاحه. فانا تقييمي للفيلم ده هو 0 من 10. ما تستحملنيش، ما هو انت مش هتستحمل. انا بجيب لك العنبه 0 من 10. فيا جماعه كانت تجربه سيئه للغايه في الفيلمين دول، ويا ريت بقى اللايكات بتفرق، يا ريت الفيديو تديله لايك وانت ماشي في السكه، اشترك في القناه مش مشترك، ومساء الخير.